بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طبعا آتي إلى هنا من جبل القهوري إلى مسجد الجليل، وذلك أيضا بسبب صوت الإمام ما شاء الله الذي يعتبر دعوة بحد ذاته. نحن نعلم أن القرآن عظيم، ولكن الصوت أيضا دعوة، فكلما كان صوت الإمام أجمل كلما كانت دعوته أقوى. الناس يأتون من الثلاثين، من القحملية، من المقلية، من كل مكان إلى هنا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أتي من منطقة بعيدة عن الجامع لأجل الصلاة، وأنا أنظر في المناطق الأخرى من المصلين وبعض الشباب الذين لم يصلوا ومقصرين مع الصلاة يأتون إلى هذا الجامع للصلاة. طبعا الذي يخلينا احنا نجي نصلي بمسجد الجليل صوت الإمام ما شاء الله، يعني لما تصلي وراه تحس بالخشوع، تحس انك تصلي صح. اللي يخلينا اجي من حارة التوحيد لهنا الصوت الجميل والروحانية حق رمضان. أنا جئت من مدينة النور تعز إلى هنا، وأحس كأننا بداخل مكة، أنه تخشع وروحانية تريح القلب. شكرا جزيلا لهذا القارئ، ونتمنى أن يستمر كل قارئ وكل صوت جميل بأن يخرج صوته كي يريح قلوبنا. وحببنا المسجد هذا بسبب الصوت الجميل صراحة، قراءته نشعر بالخشوع ونشعر بالطمأنينة، يجعلنا صراحة يعني كأننا صراحة كأن احنا نعود للدين وكأن احنا سمعناه من جديد. ولا تسألون عما كانوا يعملون.